السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناه يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. قاعده جعانه بقى وعايزه تتعشي كده حاجه جميله ومختلفه، وعايزه تاكلي فطير. نعمل فطير من غير ما نعجن ولا نعجن بقى واللت ووجع دماغ ومش قادرين. يلا الطريقه. اول حاجه جبت هنا كوبايه لبن، حطيت فيها معلقتين كبار سكر بودره، قلبتهم كويس ودوبت السكر وحطيتهم على النار يسخنوا، لازم يكونوا سخنين. جبت هنا لف الجلاش، بس الافضل انها تكون لف الجلاش صبحة عشان تبقى الورقه بورقتها، فما تتعبكيش يعني وتغلبك في لما تدهنيها بالزبده وكده وتضايقك يعني في الفرد وكده. تمام. انا سيست اللي معايا ديت واحده واحده لغايه لما عملت الكميه كلها. تمام. ديت كانت زبده انا سيحتها في الميكرويف، تسيحيها على النار براحتك تماما، يعني المتاح بالنسبه لك اعمليه زي ما انتم شايفين. انا باخد ورقه ورقه وابتدي ادهنها بالزبده زي ما انتم شايفين. هنا ديت اللي كانت مقطوعه فانا قسمتها اتنين، دهنت الناحيه اللي قدامكم بعد الاول اللي كانت على الوش، بعد كده لما حطيتها على الناحيه المدهونه، وما بين كل ورقه بورقه كده لازم ادهنها بالزبده. ليه؟ عشان تبقى مورقه معاكي وتبقى زي الفطير بالظبط. تمام. وحاجه تانية انا بقول لكم عليها، هيبقى افضل لو الجلاش بتاعك صابح، يعني لو انت جايباه في نفس اليوم. انا ده كان عندي في الفريزر وطلعته. تمام. واحده واحده زي ما انتم شايفين، وابتدي احطها على طبق ونغطيها، عشان لو ساب مش متغطي هينشف منك. هتيجي تعمليه على النار هيبتدي يتقطع ويقرمش. فاهميني انا قصدي ايه؟ مش هتبقى القطعه بقطعتها. ابتدي تاخد كده من الزبده اللي كانت معايا وانزل باتنين بقى، واحده حسب ما انتم عايزين. نبتدي ما بتاخدش بالظبط دقيقه، ما بتكملش الدقيقه. بمعلقه كده وسباتولا او اي حاجه ابتدي اضغط عليها، بتاخد لون، اقلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين. اعرف منين بقى انها ورقت واستوت كده وبقت جميله وجاهزه ان انا اطلعها؟ زي ما انا بوريكم كده، بصوا بتبتدي تنفخ زي ما انتم شايفين اهو. يا رب يكون واضح بالنسبه لكم. بضغط عليها بتنفخ لفوق كده، هي خلاص ورقه الجلاش استوت وورقت معايا وبقت فطير مشلتت من غير وجع دماغ. شفتوا بقى الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ نطلعه ونحطه على طبق وهنغطيه. تاكليه بقى بحته جبنه هيطرى معاكي بقى، يعني هو طبعا سخن فانت هتطلعيهم واحده على واحده على واحده ومغطياهم فبيطرى، يعني السخونيه بتعرقهم فبيطرى، ما بيكونش ناشف، لازم تغطيه. تاكليه بقى زي ما بقول لكم بحته جبنه، حته جبنه قديمه، حته جبنه اسطنبولي. هتعملوا زي ما انا هعمل كده، هتاخدوه بشويه عسل وطحينه براحتكم. حاجه سهله وسريعه كده وعلى البوتاجاز وخطيره. هنا بقى الولاد كانوا عايزين ياكلوا كده بسرعه، فقلت اقطعه لهم كده مربعات زي ما انتم بصوا مرقه ازاي، فطيره مشلتت، فطير مشلتت من غير اي وجع دماغ. ابتدي اقطعه كده مكعبات وهبتدي اسقيه باللبن. هما كانوا عايزين ياكلوا حاجه مسكره ومختلفه، مش عايزين كيك وبسكوت وكده. زي ما انتم شايفين بقى، خدت من اللبن اللي انا هحطه فيه السكر، وكمان ممكن تحطوا فيه باكيت فانيليا بس انا نسيت. هنا بقول لكم بقى اللي حابب يحليه على الوش بمعلقتين عسل نحل او شوكليت. الولاد طبعا شوكليت، احنا عسل نحل. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.